طبعا على ذكر حضور الامير فيصل بن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، اليوم صار اتصال بيني وبين الامير، وكان عنده بعض يعني النقاط المهمه جدا حول ما تحدث به الاستاذ فهد والله امري راح من بالي، فهد الطخيم، الاستاذ فهد الطخيم امس في برنامج الجولة، عندما تحدث أن الأمير فيصل بن خالد قد يكون مرشح لمنصب كبير في الرئاسة العامة للشباب الشباب، وأنه ممكن يكون، وأنا قلت يمكن يكون رئيس الأهلي. الأمير فيصل بن خالد أوضح التالي، يقول: أنا لا زلت في بداية حياتي المهنية أو بداية حياتي الرياضية، أعتقد لا زال أمامي الكثير حتى أني أشوف الأجواء في الأندية. أنا الآن يعني قريب من النادي الأهلي كعضو شرف، واعتقد اني انا لا املك الخبره حتى اني اكون في منصب مثل نائب الرئيس العام او رئيس مجلس اداره حتى النادي الاهلي. لا زلت في بدايه حياتي العمليه، ويعني الحقيقه كان التوقع مبالغ فيه، يعني وجهه نظره، واحنا ناكد للامير يعني ان الاخ فهد الطخيم يمكن حتى من حسن ظنه في امكانيات الامير فيصل بن خالد، فهو تحدث بهذا الجانب. يمكن بالنسبه لرئاسه النادي الاهلي، يعني الامير يرى انه هو لسه لا زال امامه الكثير حتى يصير رئيس النادي الاهلي، وان كنت انا وليد الفراج اشوف ان الامير ممكن يصير رئيس النادي الاهلي 2012 2013. هذا توقع، احنا ما نقول خبر ترى، نقول توقع. ان صارت فلنا سبق الاجتهاد، وان ما صارت ما صلنا الخير. يعني الامير فيصل بن خالد طبعا هو نجل الاكبر للامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، ومن اكثر الان القريبين من النادي الاهلي في الفتره الحاليه. كان طبعا يدرس خارج المملكه وعاد قبل فتره قليله، واصبح يعني رجع لعشقه اللي هو النادي الاهلي.